حيرة كل يوم في الاكل. كان عندي شويه خضار في التلاجة، ابتديت ان انا احشيهم واحطهم عندي في صينيه في الفرن. كانت خطيره وطعمها حلو جدا، وبجد كانت مميزه. وكان عندي شويه من الصدق. ايوه، هحط صدق في المحشي، بجد كان خطير. يلا كده نقول بسم الله. علشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا نضفت الخضار اللي كان عندي كوسه وكان عندي فلفل وكان عندي طماطم. نضفتهم وقورتهم وابتديت ان انا بقى احضر الحشوه بتاعه المحشي بتاعتي. غسلت الرز كويس قوي. الكميه طبعا مش هقولها لان كل واحد الكميه بتاعته على حسب ما هو عاوز. وحطيت الصلصه وخضره المحشي، وجبت صدوق قطعته قطع صغيره بالمقص، وبصل كمان فرمته عندي في الكبه. وهحط معلقه من هريسه الفلفل اللي عملتها معاكم قبل كده، وملح وفلفل اسود وزعتر. لو عندك اي توابل عايزه تفضليها تحطيها. بعد كده ببتدي ان انا اقلب كل المكونات دي كويس قوي مع بعض، وابتديت ان انا احشي الخضار بتاعي. ميزه ان انت تعملي المحشي في الفرن او في صينيه في الفرن، ان حتى لو كسرت منك حاجه واتقطعت منك حاجه من الخضار وخايفه ان هي تقع منها الرز، ما تخافيش وما تقلقيش. بترصيها وبتخلي الفتحه لفوق علشان ما يقعش اي حاجه في الصينيه. واخلص كل الكميه. وطبعا كان عندي شويه طماطم برده، خليتها البذر بتاعها، شلت البذر بتاعها بالسكينه عادي جدا. وابتديت ان انا احشيها. هبتدي ان انا اجيب الصينيه بتاعتي واحط فيها الحاجات اللي بتطلع من التقوير بتاع القرع بتاعي او الكوسه بتاعتي، وابتديت ان انا افردها تحت علشان ما اخليش الحراره طالعه على طول على الخضار. فالحاجه دي كمان بتخلي طعم الخضار حلو قوي. برص الخضار فيها زي ما انتم شايفين كده بعد ما حشيته بكل سهوله. وابتدي ان انا اجيب كوبايه ونص من الميه السخنه، وابتدي ان انا اضيف معلقه ونص من الصلصه. وابتدي ان انا احط لو عندك مرقه او شوربه بتبتدي ان انت تسقي فيها، وشويه ملح. وبتغطي كل الكلام ده بعد ما بتسقيها بالشوربه. بتبتدي تغطيها بورق زبده، وبتدخليها الفرن على الفرن الرف اللي من تحت خالص، اللي فوق الفرن على طول. ما بياخدش معاكي ساعه تسويه في الفرن، وبيطلع بالجمال ده. عايزه اقول لكم على حاجه، ما تسقوش لما تكونوا بتعملوا كوسه. ما تسقوهاش بشوربه كتير او ميه كتير، علشان السوائل بتنزل من الطماطم ومن القرع كويس جدا. فخلوا الميه تبقى متعادله. وقدمي بقى احلى محشي خطير بريحه الصدق. بجد كان طعمه حلو جدا ومفلفل كده ومش معجن خالص. جربوه هيعجبكم جدا. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. هتوحشوا الفيديو الجاي. استودعكم